السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن السيتوسيد كومباوند، وهنعرف هل هو فعلا مفيد لمرضى السكر، ومين الناس الممنوعة من استعماله. ويا ريت لو انت لسه أول مرة تتفرج علينا متنساش تدعمنا وتدوس لايك، تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل على طول. خلينا نعرف الأول إيه هي مكونات السيتوسيد مركب. بيحتوي أول حاجة على السيوتيك أسيد أو الألفا لايبوليك أسيد، والمادة دي بتشتغل كمضاد للأكسدة لأنها بتحمي الخلايا وأنسجة الجسم من المواد الضارة الناتجة من عملية الأكسدة، وبتعمل على خفض مستويات السكر في الدم، وبتحمي وبتقلل من التهاب الأعصاب، وبتحسن من صحة الجلد. تاني مادة وهي الفيتامين بي واحد، وده اللي بيحسن من أداء الجهاز العصبي، ونقصه في الجسم ممكن يسبب مشاكل في الأعصاب. كمان عليه الفيتامين بي 12، وده بيساعد في تكوين الخلايا العصبية وليه دور في تكوين خلايا الدم الحمراء، ونقصه بيسبب مرض الأنيميا ويسبب مشاكل في الأعصاب. طيب إيه هي دواعي استعمال السيتوسيد كومباوند أو بنستخدمه في إيه؟ السيتوسيد مركب بيستخدم في علاج التهاب الأعصاب الناتج عن مرض السكر. كمان بيستخدم في علاج التهاب العصب البصري، وبرضه بيوصف لعلاج ضعف الخصوبة والانتصاب اللي بيعاني منه بعض الرجالة. طيب يا دكتور، احنا عرفنا استخداماته، ايه هي اضراره او ايه الاثار الجانبية الخاصة بالسيتوسيد مركب؟ اول حاجة ممكن يحصل دوخة، صداع، اضطراب في الرؤية في بعض الحالات، ألم في الأسنان والعضلات، إحساس بالقيء أو الغثيان، كمان ألم في البطن، وضيق في التنفس، وحساسية وحكة في حالة وجود تحسس من المادة الفعالة. طيب هل في ناس ممنوعة من أخذ السيتوسيد مركب؟ أيوة طبعا في ناس ممنوعة من استعماله، زي مثلا في حالة وجود حساسية تجاه المادة الفعالة الموجودة في الدواء. وكمان ينصح بعدم استعماله في الحمل، وزي ما احنا قلنا إنه بيسبب ضعف في الرؤية وعدم التركيز، عشان كده لازم المريض يتجنب السواقة أو عمل أي حاجة تتطلب تركيز بعد أخده. طيب إيه هي بقى جرعة السيتوسيد؟ الجرعة بتكون من 300 مللي جرام إلى 1800 مللي جرام يوميا، وبتتقسم على جرعات خلال اليوم. خلينا بقى نروح نجاوب على أهم الأسئلة اللي بتتكرر كتير عن السيتوسيد كومباوند. أول سؤال، هل السيتوسيد مركب بيزود الوزن؟ مفيش دراسات مؤكدة على إن السيتوسيد ممكن يزود الوزن، لكن في بعض الأبحاث أشارت إلى إن السيوتيك أسيد الموجود فيه ممكن يساعد على إنقاص الوزن بنسبة صغيرة. تاني سؤال، هل فعلا السيتوسيد بيقوي الأعصاب؟ السيتوسيد بيخفف من أعراض التهاب الأعصاب زي الألم والوخز والتنميل، وبيساعد في علاج تلف الأعصاب الناتج عن مرض السكر، أو حتى عن علاج السرطان أو أي أمراض تانية. تالت سؤال، إيه هي فايدة السيتوسيد لمريض السكر؟ لو افترضنا إن مريض السكر ساب علاج السكر، فده هيسبب له مشاكل صحية زي تلف الأعصاب، التهاب العصب البصري، مشاكل القلب والكلى. عشان كده ممكن الطبيب يوصف السيتوسيد لمريض السكر كعلاج مساعد، لأنه ثبت إن السيتيك أسيد بيساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، وبيقلل من حدوث مضاعفات مرض السكر. رابع سؤال، هل السيتوسيد ليه تأثير على الانتصاب؟ بعض التجارب العملية وضحت إن استخدام الأدوية اللي بتحتوي على السيتيك أسيد مع أدوية هرمون التستوستيرون ليها تأثير كويس في علاج مشكلة ضعف الانتصاب، خصوصا عند مريض السكر. خامس سؤال، السيتوسيد بعد الأكل ولا قبله؟ الأكل بيقلل من امتصاص السيتوسيد، عشان كده بينصح إنه ياخد الدواء على معدة فاضية. سادس سؤال، هل ينفع نستخدم السيتوسيد لفترة طويلة زي سنة مثلا؟ بعض الأبحاث العلمية أثبتت إن استخدام حبوب السيتوسيد لمدة سنة أو حتى سنتين يعتبر آمن ومفيهوش أي مشكلة خالص. سابع سؤال، هل السيتوسيد ينفع لعرق النسا؟ عرق النسا هو عبارة عن ألم ناتج عن تهيج أو ضغط شديد على العصب الوركي، وده يعتبر أطول عصب في جسم الإنسان لأنه بيبدأ من أسفل الظهر إلى القدم. والسيتوسيد بيساعد في حماية الأعصاب والوقاية من الالتهابات، عشان كده ينفع نستخدمه عادي في علاج عرق النسا. آخر سؤال، إيه الفرق بين سيتوسيد العادي وسيتوسيد مركب؟ السيتوسيد العادي والسيتوسيد مركب الاتنين بيحتوي على السيتيك أسيد بتركيز 600 مللي جرام أو 300 مللي جرام، والفرق إن السيتوسيد مركب بيكون مضاف عليه كمان الفيتامين بي واحد، سواء بتركيز 40 أو تركيز 80 مللي جرام، وكمان عليه الفيتامين بي 12 بتركيز 250 مايكرو جرام أو بتركيز 500 مايكرو جرام. وبكده نكون عرفنا كل حاجة تخص السيتوسيد كومباوند، كمان جاوبنا على أهم الأسئلة اللي بتتكرر عنه. وأتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالحلقة دي، ولو عجبتكم متنسوش تعملوا شير ليها مع أصحابكم عشان ناس تانية تقدر تستفاد منها. وفي النهاية، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.